الحمار كان بيلف ويقول لكل سكان الغابة إن ورق الشجر لونه أزرق، ومحدش وقفله غير النمر وقال له لأ، على فكرة ورق الشجر لونه أخضر. وبعد خناقة اتلم فيها الحمير على النمر والقرود جم وعملوا زيطة، قرروا كلهم يروحوا للأسد ملك الغابة ويحكموا ما بينهم. سمع الأسد المشكلة وبدون تردد حكم على النمر إنه يتعاقب. الحمار كان في منتهى السعادة وراح هو واصحابه يعملوا حفلة بمناسبة انتصارهم على النمر وإنهم طلعوا صح. النمر اتصدم من الحكم لكن ما قدامهوش حل غير إنه ينفذ العقاب، بس قبل ما يتعاقب قرر يسأل الأسد هو بجد ورق الشجر أزرق؟ الأسد رد وقال له لأ طبعا ورق الشجر أخضر، بس انت مش هتتعاقب عشان لون ورق الشجر، انت هتتعاقب عشان ما يصحش ان حد قوي وعظيم زي النمر يضيع وقته في انه يقنع الحمير انهم غلط. هتكون بتضيع وقتك لما تناقش حمار مش فارق معاه الصح والغلط، مش فارق معاه الحقيقة، كل اللي مهم عنده انه يطلع هو صح. في ناس كتير كده مهما وريته بالأدلة انه غلط برضه هيفضل مصمم على رأيه وهيفضل يدافع عن قناعاته باستماتة حتى لو كان غلط. غباء أو غرور مش هتفرق، زي نقاشك معاهم بالظبط مش هيفرق. وزي ما بيقولوا مرضية الجحش ترحمك من كتر نهيقه، مش كده ولا ايه؟